الموسم الأول من ذا ساندمان بيعرفنا على ذا دريمينج، عالم الأحلام، وهو عالم تاني الناس بتزوره وهم نايمين ومليان أحلام وكوابيس. حاكم العالم ده هو لورد مورفيوس، والمعروف كمان بدريم الحلم، اللي بيتحكم في كل الخيالات اللي الناس بتعيشها جوه ذا دريمينج. للأسف واحد من الكوابيس اللي مورفيوس عملها واسمه الكورنثيان بيعرف يهرب من ذا دريمينج عشان يعذب العالم الحقيقي، وده بيخلي مورفيوس يضطر يسيب مملكته وينزل يدور على الكورنثيان. في سنة 1916 رودريك بورجس العجوز كان حزين جدا على موت ابنه راندال اللي مات في الحرب العالمية الأولى. رودريك بيتقمص شخصية الساحر ويبدأ يدرس السحر الأسود على أمل إنه يعمل صفقة مع ملاك الموت عشان يرجع ابنه، بس بدل ما يستدعي ملاك الموت بيستدعي أخو الموت اللي هو دريم. الكورنثيان بيساعد رودريك إنه يحبس مورفيوس بشكل دايم، وده بيسمح للكابوس ده إنه يرعب العالم اللي صاحي. وفي نفس الوقت الساحر بيطلب من دريم يحقق له كل أماني قلبه في مقابل حريته. دريم بيرفض يتعاون وبيفضل محبوس أكتر من قرن، وده بيرمي عالم الأحلام في فوضى وبيعمل عواقب وحشة جدا في العالم الحقيقي، لدرجة إن في ناس بتنام وما بتصحاش تاني. على مدار السنين دي رودريك بيحمل واحدة اسمها إيثل بالغلط، ولما بيطلب منها تعمل إجهاض الست دي بتهرب ومعاها كل تمائم مورفيوس السحرية. ابن رودريك التاني أليكس بيزهق من تصرفات أبوه وبالغلط بيقتله في خناقة بينهم. في الوقت الحالي مورفيوس لسه محبوس عند أليكس العجوز، بس لما الختم السحري اللي حبسه بيتكسر بإهمال إله النوم بيعرف يهرب من قيوده وبيلعن أليكس بنوم أبدي، وأخيرا بيرجع للأحلام. هناك بيكتشف من مساعدته لوسيا ان كل احلامه وكوابيسه اللي عملها هربت للعالم الحقيقي ومملكته بتنهار، ولذلك مورفيوس بيرجع للارض عشان يستعيد كل الكوابيس اللي هربت على امل انه يرجع ذا دريمينج لمجده القديم. إيثل باعت ادوات دريم عشان تجمع ثروه ضخمه لنفسها، ومعاها كمان تميمه حمايه بتضمن لها الخلود. الكورنثيان بيحذرها ان مورفيوس بعد ما هرب هيجي يدور على حاجته قريب. مورفيوس بيضحي بالجرجل المخلوق الخرافي بتاع مساعدين والمخلصين قايين وهابيل للقدرات القوية عشان يعرف مكان ممتلكاته القوية، كيس الرملة بتاعه وخزده الإلهية وياقوتة الأحلام. ولما مورفيوس بيبدأ يدور على الأدوات دي بيهدي قايين وهابيل جرجل جديد اسمه جولدي. وهو في طريقه للأرض مورفيوس بيبقى معاه غراب اسمه ماثيو اللي لوسيان بعتته عشان يراعيه. عشان يسترجع كيس الرمل بتاعه مورفيوس بيدور على طاردة الأرواح الشريرة جوانا كونستانتين. كونستانتين كانت حزينة على أسترالوج الشابة اللي اتسحبت للجحيم عن طريق الشياطين ودراعها اتقطع في العملية دي. كونستانتين بتوافق ترجع الكيس لدريم في مقابل انه يخلصها من كوابيسها عن أسترا. مورفيوس وماثيو بعد كده بيروحوا لأعماق الجحيم عشان يلاقوا الشيطان اللي معاه خسته. عشان يكسب التميمة السحرية دي مورفيوس بيوافق يواجه في تحدي قتالي، بس اللي بيمثل الشيطان في معركة ذكاء مش أي حد، دي لوسيفر نفسها. بعد ما مورفيوس بيكسب لوسيفر وبيحصل على الخوذة بيرجع هو وماثيو للأرض يدوروا على الياقوتة. الياقوتة دلوقتي مع ابنة إيثل الكبير جون اللي سرقها من أمه. إيثل خايفة من غضب مورفيوس بتدي ابنها تميمة الحماية بتاعتها وبتضحي في نفسها في العملية دي. جون بيستخدم قوة الياقوتة عشان يخلق عالم مبني كله على الصراحة، وده كان عكس تماما الكذب اللي أمه إيثل كانت بتقوله له عن أبوه وتربيته. بس عالم من غير كذب بسرعة بيقلب البشرية الفوضى. مورفيوس بيوصل عشان يسترد الياقوتة، وده بيؤدي لمعركة سحرية ضد جون. في النهاية جون بيكسر الياقوتة بالغلط، وده بيخلي مورفيوس يمتص قوتها ويخلي جون المهزوم يدخل مصحة رخلية. بعد ما أدواته رجعت له كلها مورفيوس بيبقى جاهز إنه يكمل مهمته في ترجيع الأحلام والكوابيس الهربة للذا دريمينج. بس قبل ما يعمل كده بتزوره أخته الموت اللي بتعلمه درس مهم جدا عن البشرية ودور الآلهة في وجودهم. بينما دريم حاسس إنه مسؤول عن حماية البشرية كلها، الموت بتعلمه إنه يهتم بالأفراد اللي كل واحد فيهم ليه قصة خاصة. دور الإله مش إنه يحكم البشرية، الموت بتعلمه لكن إنه يخدمها، وده الدرس اللي مورفيوس بياخده بجد جدا لدرجة إنه بيصاحب إنسان خالد اسمه هوب في العملية دي. في النهاية مورفيوس بيعرف من لوسيان إن في 3 بس من الأحلام والكوابيس الهربة اللي لسه تايهين في الأرض، جولت وفيدلرز جرين والكورنثيان. في حتة تانية زوجة مورفيوس السابقة كاليوبي، وهي ملهمة قوية محبوسة عند الكاتب اللي بيعاني ريتشارد مادوك. مادوك بيكتشف إنه لما بيعتدي على كاليوبي بيحصل على إلهام بيساعده في الكتابة، وهي محبوسة عند مادوك. كاليوبي بتنادي على جوزها السابق مورفيوس عشان ينقذها. مورفيوس بيوصل عشان ينقذ كاليوبي وبيلعن مادوك إنه ينسى كل حاجة عنه وعن الملهمة وكمان كل أفكاره الأدبية. كاليوبي بتشكر جوزها السابق على إنقاذه وبتطلب إنها تزوره في ذا دريمينج
عشان يقدروا يحزنوا على ابنهم اللي مات أورفيوس براحتهم. بس مورفيوس ما كانش لسه جاهز يواجه كسرة القلب دي، وبيودع كاليوبي مرة تانية. في مكان تاني البنت الشابة روز بتشتغل مع صاحبتها ليتا عشان تلاقي أخوها الصغير جيد اللي متغربة عنه وتتلم شملها بيه. اللي روز ما تعرفوش إنها في الحقيقة فورتكس أحلام، يعني إنسانة عندها القدرة تتحكم في الأحلام، ولو ما تمش التحكم فيها ممكن تدمر الأرض وذا دريمينج الاتنين. مورفيوس بدل ما يخاف من قوة روز بيحاول يساعدها في مهمتها عشان تلاقي جيد، اللي الغريب إن حتى إله الأحلام نفسه مش عارف يحدده. أثناء مساعدة روز ومورفيوس في البحث عن جيد، ليتا بتغرق في أحلامها الخاصة، وهناك بتتلم شملها بجوزها المتوفي هيكتور. الغريب إن حياة هيكتور بتكمل حتى لما ليتا بتصحى، وهو بيشجع مراته إنها تفضل معاه على طول في عالم الأحلام، وهناك يقدروا يحققوا كل اللي كانوا عايزينه بما فيهم طفل. وده بيظهر بشكل غريب في إن ليتا بتحمل في العالم الحقيقي. مع بداية الحدود بين اللادريمينج والأرض إنها تتلاشى، مورفيوس بيدرك إن هيكتور ده شبح، وجوده بيهدد تدمير العالمين. ولذلك بالرغم من رجاءات روز وليتا، مورفيوس بيضطر يطرد هيكتور للحياة الآخرة اللي المفروض يكون فيها، بالرغم إن ليتا بيسمح لها إنها تحتفظ بطفلهم. أثناء ما مورفيوس بيدرب روز على قواها الجديدة، الاتنين بيكتشفوا إن جيد انفصل عن ذا دريمينج بسبب الكابوس الهارب جولت اللي بيخدم كحامل جيد من والديه بالتبني اللي بيسيئوا نعملته. مورفيوس بيرجع جولت للذا دريمينج وبيحولها من كابوس لحلم في العملية دي، بينما روز بتجري عشان تتلم شملها بأخوها. للأسف قبل ما روز توصل لجيد، الكورنثيان بيلاقيه الأول. الكورنثيان بيستخدم جيد كطعم عشان يجذب روز القوية ليه، وبيستناها في مؤتمر قتلة متسلسلين مليان أتباع بيعبدوا ساديته المرعبة. في مهمتها روز بيبقى معاها غريب طيب اسمه جيلبرت، اللي لما بيشوف الكورنثيان بيهرب لتدريمينج وبيكشف عن نفسه إنه فيدلرز جرين، وبيحذر مورفيوس من الخطر اللي روز فيه. لما روز بتتلم شملها بجيد الأخيرا، بيتم خطفهم من قبل الكورنثيان الشرير. الكورنثيان بيحاول يخلي قوة روز لصالحه، وبيحذرها إن مورفيوس عمره ما هيسمح لواحد خطير زيها إنه يعيش. الكورنثيان بيعلن رغبته إنه يخدم كحامي ليها، وبيخطط إنه يقتل مورفيوس ويخلي روز تحكم ذا دريمينج، ويسمح لنفسه إنه يتجول في الأرض بحرية. مورفيوس بيوصل وبيتصرف مع الكورنثيان، وفي النهاية بيقنع روز بالأخطار اللي ممكن تعملها قواها للعالم اللي صاحي. ولذلك روز بترجع الحواجز بين العوالم، ومورفيوس بيهزم الكورنثيان مرة واحدة والأبد. في نهاية الموسم مورفيوس بيضطر يواجه روز في ذا دريمينج، وهناك بتكون اتكونت دوامة بتهدد تدمير الأرض. في النهاية روز بتختار إنها تضحي بنفسها عشان تنقذ البشرية، بس جدتها الكبيرة يونيتي بتوقفها. بيطلع إن يونيتي كانت واحدة من البشر اللي اتحبسوا في نوم أبدي خلال سجن مورفيوس على إيد رودريك بيرجس. وبعد كده أخو دريم الشرير ديزاير حمل يونيتي، وده أدى لإنها تخلف طفل وبعدين جد، وفي النهاية بتلوب ده كبيرة اللي هي روز لفورتكس الأحلام. كل ده كان جزء من خطة للتلاعب بدريم عشان يحدد له علاته بنفسه، وده كان هيسمح للآلهة التوأمة المتآمرة ديزاير وديسبر إنهم ينتقموا بنفس الطريقة. لحسن الحظ مورفيوس كان مقتنع إن روز تاخد القرار ده الإثاري بنفسها، وده أحبط خطة ديزاير. يونيتي بتطلب من روز إنها تنقل قواها بتاعة الفورتكس ليها، وبعد كده يونيتي بتضحي بنفسها وبتنقذ العالم، وبتسمح لروز إنها تعيش حياة سعيدة في سلام مع جيد. في الآخر دريم بيواجه ديزاير وديسبر وبيهددهم إنه يفضلوا ماشيين عدل، وبينقل لهم نفس الحكمة اللي الموت زرعتها فيه، إن الآلهة المفروض تخدم البشرية. مورفيوس أخيرا بيرجع للأحلام، وبيرجع لشغله في خلق الأحلام والكوابيس، ومتحمس أكتر من أي وقت تاني بإحساسه الجديد بالهدف. للأسف مورفيوس ما يعرفش إن لوسيفر بتبدأ تخطط مع لورد الجحيم إنه يقلبوا على الآلهة ويسيطروا على كل عوالمهم. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك في القناة.